طبعا كلنا شفنا وسمعنا الشتيمه اللي اللاعب ده شتمها للاهلاويه امبارح والجماهير الاهلي، واكيد انت سمعت الشتيمه امبارح، والشتيمه كانت بالام وكانت من اقذر الالفاظ. انت عارف بقى المشكله في ايه؟ ان كل الجماهير، انا بتكلم على بعضهم، في زملكاويه محترمين طبعا، ولكن في جماهير امبارح طلعت كانت عماله تدافع عن الشيبي اللي كان عايز يبطل الشحات كوره، وكان داخل عليه تدخل وهو كان قاصد يتعمد ان هو يبطلوا كوره. ده غير طبعا الحركه اللي عملها بصباعه، الحركه اللي عملها بصباعه دي، طلعوا يدافعوا على الشيبي ويقول لك ده الشيبي مظلوم والشيبي مش عارف ايه. نفس الناس اللي طلعت تدافع عن الشيبي وتقول لك مظلوم وحسين الشحات قبل كده سبه، هي ديت الناس اللي طالعه بتدافع دلوقتي عن مروان حمدي. اقسم بالله لك ان تتخيل. لكن احنا عارفين ان الناس ديت من زمان بتكيل بمكيالين اصلا. انا ما عنديش مشكله. هكلمك في نقطتين. النقطه الاولى ان كل جماهير الزمالك دلوقتي منزله على صفحاتها ان خلاص كده مروان حمدي الموسم الجاي هيلعب في الاهلي. ما هو اي لاعب بيشتم الاهلي وجمهوره بيروح يلعب في نادي الاهلي زي امام عاشور. طيب بص يا حبيبي، هقول لك على حاجه مبدئيا كده يهبل يا اللي انت مش فاهم اي حاجه خالص. انا عايز اقول لك ان امام عاشور وقت ما شتم الاهلي وجماهيره كان في النادي بتاعك، كان ساعتها لاعب عندك في النادي بتاعك. ومروان حمدي ده تربيتك، لك ان تتخيل ان دي تربيتك، يعني القذاره دي طالعه من عندك انت فاهم. امام عاشور لما جه عندي ما قالش لجمهور الزمالك كلمه واحده مسيئه، بالرغم من ان انتوا كنتوا عمالين تعملوا فيه كميه التنمر. يا جدع ده انتوا خدتوا في شرف مراته في اخر مره في الواقعه بتاعه الفندق، اما قعدتوا تقولوا ساب مراته تتصرمح لحد الساعه 7 الصبح، ساب مراته مع الشباب لحد مش عارف ايه، يعني خدتوا في شرف مراته وما طلعش وجه كلمه واحده لجمهور الزمالك. تخيل ان دي تربيته في الاهلي، ولما كان عندك كان بيسب الدين عادي. تخيل بقى ان نفس الناس اللي كانت بتدافع عن امام عاشور لما كان بيسب الدين وقت ما شتم لما كان في الزمالك، هي نفس الناس دلوقتي اللي متحامله على حسين الشحات وبتقول ان هو لازم يتوقف علشان شتم الشيخ. وهي برضو نفس الناس اللي بتدافع عن مروان حمدي دلوقتي وبتقول عليه ان هو كان لازم يعمل كده في جمهور الاهلي. في نقطه بقى ما حدش واخد باله منها، الناس كلها بتقول ان احنا مش هنتنمر على لعيبه وكده وبتاع ومش عارف ايه. انا بعد موضوع احمد رفعت قلت مش هتنمر على لعيبه لسبب. احمد رفعت كان لاعب محترم، عمره في حياته ما غلط، عمره في حياته ما قال لفظ، عمره في حياته ما جه على حد، كان محترم في مسيرته الكرويه كلها. ولكن دي لعيبه قلة الادب ولازم تبطل كوره. اللعيبه دي لازم تبطل كوره. ما هو ليه بقى؟ لان دي لعيبه اصلا قلة الادب، ما ينفعش تلعب كوره. دي لعيبه قلة الادب اصلا. انت فاهمني اللي هم بيعملوه ده. ما هو احمد رفعت، ما انت ما تقارنش احمد رفعت، ما تقارنش ملاك بشطان سكه ودغري يعني. فاحمد رفعت ده كان لاعب احنا كلنا تعاطفنا معاه عشان كان لاعب محترم. في نفس الوقت دي لعيبه قلة الادب. انت ما جيش تشتم جماهير الاهلي بالام وعايز جماهير الاهلي تسيبك مش هتسيب والله ما هتحل. غير كمان ان هو بعد ما شتم امبارح طلع بكل بجاحه منزل بوست وبيقول لك ان هو مش عاجبك اعمل لي محضر. احنا مش هنعمل لك محضر، احنا حتى لو عملنا لك محضر هنخليك تبطل كوره برضه. اما عن الشيبي فهو اقذر من انجبت الماء. بس انت عارف لما بقعد بفكر بيني وبين نفسي وبقول جماهير الزمالك هي بتعمل ليه كده وبتقعد تكيل ب 50 مكيال في المواضيع اللي زي دي، لان انا عاذرهم اقسم بالله والله العظيم. انت عارف مين السبب؟ الكابتن قفشه. والله العظيم من ساعه ما رزعهم في نهائي القرن والناس ديت عقليتها تعبت، اتجننوا والله العظيم هم مش شايفين غير الاهلي، هم مش شايفين فريقهم، والله العظيم اقسم بالله ما شايفين فريقهم بنضاره تتشاف. انا بتكلم على بعض الجماهير، في جماهير جدا محترمه، ولكن هم مش شايفين فريقهم، هم بس عايزين يخلوا الاهلي فشل في اي طريقه ويطلعوا يعملوا اي لقطه على حساب النادي الاهلي. فالله يكون في عونكم، انا حاسس بيكم بصراحه، لان انا لو مكانكم ما كنتش هبقى بجح زيكم كده، انت فاهمني. ولكن دي بجاحه معلبه والسبب بتاعها قفشه. طال عمرك يا قلب اخوك وربنا يعينكم على ما بلاك.